حصر عليك يا اللي ببالي، لا طولت اول ولا تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية احب ارحب بجماهير المارد الاحمر. بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلك كل جديد عن النادي الاهلي. ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في اول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. انا بدأت الحلقة بكلمة حصر عليك يا اللي ببالي، لا طولت اول ولا تاني. ده التحفيل اللي كان بيحفله جماهير نادي الزمالك على النادي الاهلي الموسم اللي فات لما خدنا مركز ثالث. وانا عايز اقول لهم ان دلوقتي هم ولا حصلوا مركز اول ولا تاني ولا تالت ولا رابع ولا خامس ولا سادس، وهم في المركز السابع مؤقتا لغاية ماتش بكرة المقاولين. لو كسب هيبقى مركز ثامن. وكمان عايز اقول لهم التحفيل ده، فاكرين شيكابالا لما في ماتش السوبر المصري اللي فات لما الاهلي كسب الزمالك 2-0، وشيكابالا عمل مشكله مع معلول واشار له بالثلاثه على اساس ان احنا ثالث الدوري. يعني الناس دي، يعني انا مش عارف هم بيطلعوا باهني عين. يعني ازاي بيطلع كده باهني عين ويتكلم؟ وكمان يعني هم بيطلعوا مش بيتكلموا على مشاكل نادي الزمالك، او مش بيتكلموا ازاي نحسن من الفريق، او يتكلموا مثلا على هيعملوا ايه مثلا عشان الدنيا تتحسن معاهم شوية. لا، هم بيطلعوا بيتكلموا في حاجات تانية خالص عشان يشتتوا جمهور الزمالك عن المشاكل اللي في نادي الزمالك. والغريبه كمان ان هم بيطلعوا بيدعموا الفرق اللي بتلعب ضد الاهلي، سواء في افريقيا او في كاس مصر. بيدعموا الرجاء في بطوله افريقيا، وبيدعموا بيراميدز في كاس مصر، مع ان الزمالك خرج من بطوله افريقيا وخرج من بطوله الكاس. يعني ولا ليه علاقه بافريقيا ولا ليه علاقه ببطوله كاس مصر. يعني وكمان اللي بيدعم، يعني الزمالك بيدعم بيراميدز اللي هو خرجه من كاس مصر الماتش اللي فات. يعني خرج على ايد بيراميدز وبيدعمه. يعني حاجه غريبه، يعني انا هدعم الفريق اللي خرجني من كاس مصر. ده دليل على يعني على ان الناس دي ما بتفكرش. الناس دي كل همها ان النادي الاهلي يخسر، كل همها ان هم يهدوا النادي. بس انا عايز اقول لهم ان مهما يحصل او مهما هم يعملوا، النادي الاهلي هيفضل رقم واحد، مش بمزاجكم، بغصب عنكم. انا كنت رافض فكره التحفيل، بس انا يعني غصب عني، لان انا ما بقدرش يعني بسمعهم بتضايق، لان الناس دي عارفه الغلط فين، يعني عارفه الصح فين، وبيقولوا كلام غيره خالص. بيقولوا عكس الحقيقه عشان يبرروا اخطائهم والمواقف الزفت اللي هم عايشين فيها. يعني انا بصراحه يعني الكلام ده قلته كتير وهفضل اقول طول ما هم بيطلعوا يعني بيطلعوا على قناه نادي الزمالك. المفروض يطلعوا يتكلموا على مشاكل الزمالك، ازاي يحلوها مثلا، او ازاي يحسنوا من حاله الفريق، او ازاي يفكروا يجيبوا مدرب ينفع للعيبه وينفع في الفتره اللي جايه ان هو يحسن من النتائج. الزمالك السنه دي نتائجه، يعني لو انا اللي بشجع الزمالك، انا مش هقدر يعني اوري وشي لواحد اهلاوي اساسا، ده لو انا عندي دم. على العموم هم يعني مش هيبطلوا اللي بيعملوه، واحنا هنفضل نرد على اللي هم بيقولوه وبيعملوه ضد النادي الاهلي. وخلينا نقول شوية اخبار. معانا تفاصيل الاتفاق الخاص لاخوان كارلوس المدرب اللي هيتعاقد معاه الزمالك في الايام اللي جايه، او تعاقدوا، انا لسه مش عارف. يعني التعاقد موسم ونص حتى نهايه الموسم. رفض استخدام مدرب احمال لانه مميز في هذا الامر وعمل كمعد بدني في بدايه مسيرته. المدرب طلب مساعد واحد فقط سيعمل كمحلل اداء ومساعد له. سيتم تقييم عمل مدرب حراس المرمى كخطوة أولية لاستمراره
من عدمه. غرفة مجهزة خاصة بالإنترنت عالي الجودة في النادي لمتابعة كل التفاصيل بنفسه. المدرب بيقول يرى أن الفريق به أزمات فنية، ولكن به لاعبون مميزون قادرين على تصحيح المسار. دي التفاصيل اللي هتخص المدرب الزمالك القادم. ومعانا تقارير صحفية بالنسبة لمحمود كهربا ان هو قرر ايداع غرامة نادي الزمالك في الحساب البنكي يوم الاحد. ويا ريت نخلص من موضوع محمود كهربا، لان الموضوع ده عامل قلق لجمهور الاهلي، وان شاء الله هنخلص من موضوع الغرامة عشان محدش يطلع يتكلم على محمود كهربا نهائي. وفي تصريح تحفيزي من الكابتن الخطيب بيقول لا مجال لتكرار اخطاء الماضي ونثق في لاعبي الفريق بلا حدود. طبعا هو كابتن الخطيب قعد مع اللعيبه وحفزهم وقال لهم احنا واثقين فيكم، وده ان شاء الله يعني عشان المباريات اللي جايه مباريات صعبه، ولازم وان شاء الله الاهلي هيبقى قدها، ونقدر نفوز في مباراه بيراميدز ونفوز في المباراه افريقيا. وعندنا كمان اخبار كويسه بالنسبه لالعاب الصالات. شباب السله 20 سنه يتوج ببطوله الجمهوريه بعد الفوز على سموحه بنتيجه 75-59. عايزين نقول للنادي الاهلي ورئيس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب الف مبروك، ونقول للعيبه والجهاز الفني الف مبروك، وان شاء الله يستمروا على هذا النهج. الدرع يعود إلى مالكي الأيدي. الأهلي يهزم الزمالك في مباراة الحاسمة ويتوج بطلا لدوري المحترفين لكرة اليد للمرة 24 في تاريخه، بعد مباراة ماراثونية ينهي صيامه دام 5 أعوام. طبعا احنا ملوك الصالات، وطبعا انتوا حضراتكم تابعين نتائج المباراه في الفتره اللي فاتت. احنا عملنا ماتشات كويسه جدا بالذات قدام الزمالك، وكسبناهم يعني كسبناهم كتير. وده ان شاء الله يعني طبعا مجلس الاداره شغال، يعني مدرب في كره السله مدرب كويس، وكره اليد برضو، وان شاء الله الايام اللي جايه هنشوف نتائج واخبار للنادي الاهلي افضل من كده. واحسن خبر ممكن نسمعه في الايام اللي جايه ان احنا نحصل على كاس مصر من بيراميدز، ونتاهل من ماتش الرجاء في دور الثمانيه ان شاء الله. معانا تصريح برضو لهاني سعيد يعني بيتكلم عن اتحاد الكره، وانا يعني اتكلمت في موضوع بيراميدز ده كتير، بس يعني هو تصريحات يعني لازم الناس تسمعها. أزمة التحكيم الأجنبي هي القشة الأخيرة في سلسلة طويلة من التعديات. قرار مالك بيراميدز بوقف الاستمرار ليس وليد اللحظة، ولكن بسبب الضغوطات. طبعا ده تصريح هاني سعيد. ممارسات رابطة الأندية واتحاد الكرة ضيعت حقوق بيراميدز في المشاركة القارية والعربية. الأهلي ليس طرفا في أزمة بيراميدز، وإنما اتحاد الكرة هو المسؤول. أنا بس عايز أعلق على الموضوع ده، احنا طبعا ما يشغلناش موضوع بيراميدز واتحاد الكرة، بس أنا عايز أقول له إن الأهلي اتضغط عليه لما اتحاد الكرة قرر إنه يلعب ماتش القمة بحكام مصريين، والأهلي ساعتها كان رافض، واتحاد الكرة صمم انه يلعب الماتش بحكام مصريين. فيعني الموضوع متهيألي مش تعنت مع بيراميدز بس، لان حصل الموضوع ده مع الاهلي في ماتش القمه بين اهلي وزمالك. وانا دلوقتي يعني احنا عايزين نقفل موضوع بيراميدز ده خالص، وهنشوف ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه ان شاء الله. انا خلصت حلقتي، وان شاء الله يعني بتمنى من كل اللي بيشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه
ليصلك كل جديد عن النادي الاهلي. وما تنساش تفعل زر الجرس. وبتمنى من جماهير الاهلي او من كل اللي يشوف الفيديو يعني بتمنى منهم ان هم يعني يدعموني بالاشتراك بالقناه. القناه لسه جديده ومحتاج دعم للاهلاويه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.